السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب؟ شلونكم؟ شلون صحتكم؟ أعزائي الطلبة الصف الخامس ابتدائي مادة إسلامية. نجي نحل أسئلة مناقشة صفحة 11. صفحة 11. السؤال الأول يقول: ما هو أصل الإيمان؟ شنو هو أصل الإيمان؟ ما هو الأصل الإيمان؟ أصل الإيمان هو شنو؟ أصل الإيمان هو توحيد الله تعالى وعدم إشراكه وعدم الإشراك به. أصل الإيمان هو توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. أوكي. شنو هو أصل الإيمان؟ أصل الإيمان هو توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. السؤال الثاني: اذكر آية قرآنية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك جيب لي فت آية قرآنية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق ذلك من خالق كل شيء فاعبدوه هو على كل شيء قدير. أوكي. 3. السؤال الثالث: هل يستحق غير الله العبادة؟ طبعا عزيزي طالب يقول لك: هل يستحق غير الله العبادة؟ لماذا؟ طبعا نقول لا. الله وحده هو الذي يستحق العبادة، لأن هو الذي خلقنا، فيجب أن نعبده وحده لا شيء له. إذن الله تقول بس الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة. أوكي. أول شيء: هل يستحق غير الله العبادة؟ تقول كلا. ليش؟ يعني بس الله هو نفسه اللي يستحق العبادة. السؤال الرابع نفس السؤال الثاني، نفس الشيء، بس شنو الصيغة الثانية؟ هل يجوز سجود لغير الله تعالى؟ سجود؟ تقول كلا. نفس الشيء، الله وحده هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق العبادة، وأنه على كل شيء فيجب أن نعبده وحده لا شيء له. هذا الجواب مع سؤالين. أوكي. السؤال الخامس والأخير: لماذا نركع ونسجد في الصلاة؟ ليش نركع ونسجد في الصلاة؟ الجواب: لنعبد الله واحد الأحد، لنعبد الله الواحد الأحد، ونخضع ونتذلل في ركوعنا وسجودنا الله تعالى لدينا رضا. أوكي.